في حاجات كتير ما تاخدش اكتر من تلت ساعة، ماتش بلاي ستيشن، مكالمة تليفون مع واحد صاحبك، مشوار شوبينج تشتري فيه قميصين، او حلقة زي الكتاب ما بيقول. بس لو قلت لك ان بداية الحرب العالمية الثالثة ودمار البشرية ممكن ما ياخدش اكتر من 20 دقيقة، هتصدقني؟ طب ما تسألني ازاي؟ هقول لك. بسبب الصواريخ الهايبرسونيك، الصواريخ اللي باختصار العالم بيجري وراها، صواريخ سرعتها اسرع من سرعة تفكيرك في نتائج ضررها، صواريخ لا ليها لا رادع ولا حامي. الصواريخ دي هي ساحة معركة التسليح الجديدة، واللي جددت خوف العالم كله من حرب باردة جديدة ممكن تقضي على البشرية. بس الحرب دي مش بين أمريكا وروسيا أو الاتحاد السوفيتي زمان، لا إطلاقا، داخل معاهم على الخط الصين. والمفاجأة ان المرة دي امريكا هي اللي متأخرة وعايزة تلحق الباقي. الصواريخ الهايبرسونيك دي هي اخر تطور من صناعة الصواريخ الباليستية، السلاح اللي كوريا الشمالية فضلت انها تجوع شعبها في سبيل انها تمتلكها. ايران فضلت انها تصرف عليها كل مواردها عشان تبقى بعبع المنطقة العربية، وامريكا ما قالتش بهم. وقبل ما نعرف حكاية الصواريخ دي ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. انا احمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. في ديسمبر 2019 العالم كله اتفاجئ بروسيا وهي بتجرب صاروخ باليستي جديد اسمه افنجارد. بس الصاروخ ده ما كانش زي اي صاروخ باليستي عادي، الصاروخ ده كان هايبرسونيك. طبعا بتسأل بينك وبين نفسك، وانا عارف يعني ايه باليستي عشان اعرف الهايبرسونيك. هقول لك يا صديقي، الصاروخ الباليستي هو جسم قادر على حمل رؤوس حربية زي القنابل او المتفجرات او الرؤوس النووية، وبيمشي في مسار زي القوس كده من نقطة للتانية، والنقط بتكون متحددة قبل ما ينطلق. حاجة كده صديقي زي المنجنيق بتاع زمان اللي كان بيستخدم في الحروب القديمة. اما بقى الهايبرسونيك فده معناه انه اسرع من سرعة الصوت. والحقيقة ان روسيا لما جربت الصاروخ الفلتة ده لقت انها هتقدر تضرب الهدف المحدد على بعد اكتر من 3500 كيلومتر، مسافة زي القاهرة كده ولندن، وسرعته وصلت ل 27 مرة سرعة الصوت. يعني يا صديقي 9 كيلومتر تقريبا في الثانية الواحدة. انت متخيل؟ ده اسرع من طريقتي وانا بقول لك جمله واحده في الحلقه. وده معناه يا صديقي ان الصاروخ ده ممكن يقطع المسافه من موسكو في شرق الكره الارضيه لحد نيويورك في غربها اللي هي 7500 كيلومتر تقريبا في 13 دقيقه بس، وده تقريبا قد وقت حلقتنا محترم. وبكده المسافه اللي الطياره بتاخدها في 9 ساعات الصاروخ ما بيكملش ربع ساعه ويوصل لها. طب هل ده بس مصدر الرعب فيه؟ لا يا صديقي، فكرة الصاروخ ده انه مجهز عشان يشيل رؤوس نووية وقادر على تحقيق حجم الدمار زي اللي حصل في هيروشيما وناكازاكي، والفيديوهات موجودة على يوتيوب وتقدر تشوفها. وده السبب اللي خلى بوتين يقول عليه انه صاروخ لا يقهر. وسائل الاعلام سمته صاروخ الجادجمنت داي. طيب هل الصواريخ دي ليها رادع ولا اي حد يضرب صاروخ نصحى نلاقينا مش موجودين خالص؟ اكيد يعني امريكا عندها رادع. المفاجأة بقى يا محترم ان دولة كبيرة زي امريكا ما عندهاش منظومة دفاع جوي ضد الصواريخ الباليستية الهايبرسونيك. وده كلام خطير جدا، بس ده مش كلامي، ده كلام البنتاجون الامريكي اللي اعترف انه ما عندوش اي دفاع ضد الصواريخ دي. ايه ده؟ ازاي امريكا كبيرة العالم ما عندهاش دفاع ضد الصواريخ دي؟ هي مش امريكا بس يا صديقي، ده لا امريكا ولا غيرها. وخليني اقول لك ان اخر حاجة وصلت لها امريكا في مجال الدفاع الجوي هو تجربة سالفو، واللي تمت في مارس 2019، وهي اول وانجح تجربة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات، ونجحت بشكل مبهر. بس خد بالك ان التجربة دي كانت قبل التجربة الروسية للصواريخ الجديدة ب9 شهور. وتعال نجيب الموضوع من اوله عشان نفهم القصة جاية منين ورايحة على فين. خلال ال20 سنة اللي فاتوا صديقي، أقصى حاجة وصل لها العالم في سباق التسليح كانت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. صاروخ ممكن تضربه من أرضك، من جوه أرضك، محمل برؤوس نووية، تضرب بيه دولة تانية فتنسف أجزاء كاملة منها وانت قاعد في مكانك بكبسة زر. بس لستر ربنا ان مفيش دولة واحدة بس محتكرة الصواريخ دي، بالعكس دول كتير امتلكت الصواريخ دي زي أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وغيرهم يعني. فده كان محقق توازن في القوة، بمعنى ان لو اي دولة فكرت تستقوى بالصواريخ دي على دولة تانية عندها نفس الصواريخ، فهي هتموت مدنيين وهتمحي مدن، بس مش هتقدر تمنع الدولة التانية انها ترد بضربة انتقامية هي كمان وبصواريخها، زي ما قال شمشون وهو بيهد المعبد:
عليا وعلى أعدائي. وبالتالي التوازن ده كان أكبر رادع لأي دولة كبيرة إنها تستخدم الصواريخ دي، لأن لو حصل أي صراع نووي المحصلة النهائية هتبقى خسارة الكل ومحدش هيكسب. التوازن ده كان مسبب إلى حد ما طمأنينة في اللعبة السياسية في العالم، لحد ما جت تجربة أمريكا واللي أعلنت فيها إن منظومة الدفاع الجوي GMD تقدر تصد الصواريخ البالستية العابرة للقارات، فده سبب خلل في اللعبة. ليه؟ ما أمريكا كده تمتلك الصواريخ والرادع بتاعها، وده معناه إن لو أمريكا ضربت فهي تقدر تمتص الضربة الانتقامية للدولة المعادية ليها وتخسر اللي قدامها كتير، وهي خسارتها تبقى محدودة. وده طرح مفهوم جديد على الساحة، إن في طرف ممكن يطلع كسبان من صراع نووي، ودي حاجة جديدة ما خدناهاش في المدرسة قبل كده. وفي التقرير النهائي للتجربة وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت بشكل صريح إنه معمول عشان يكون قادر على التصدي لأي صواريخ روسية أو صينية متطورة عابرة للقارات ممكن تستهدف الأراضي الأمريكية. والنبرة دي مختلفة، لأن في التجارب اللي قبل كده كان المسؤولين الأمريكان بيقولوا إنهم بيطوروا منظومة الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية اللي ممكن تضربها عليهم كوريا الشمالية أو حتى إيران، والدولتين أصلا ما عندهمش الصواريخ اللي تقدر تقطع المسافة دي كلها وتوصل لأمريكا. يعني دلوقتي بيقولوا الصين وروسيا على بلاطة، والكلمة في عرف السياسة لها ألف حساب يا محترم. تسكت روسيا؟ اطلاقا، ده صراع قوى عظمى على سيادة العالم يا محترم، وحتى لو مش هكون سيد ما كنش عبد. وده بالظبط اللي عملته روسيا، طورت صواريخها الجديدة عشان تكون الكارت الكسبان بتاعها. وفي سباق السلاح اتقدمت بخطوة بعد ما كشفت عن صاروخها الهايبرسونيك الافنجارد، وقالت انها تبدأ تنشره عشان يدخل الخدمة بشكل فعلي. ضربة معلم لروسيا. بس السؤال هنا، ايه اللي مخلي الصاروخ الهايبرسونيك ده احسن من اي صاروخ باليستي تاني، وخاصة الصواريخ العابرة للقارات؟ ورقة وقلم واكتب معايا يا صديقي. الصاروخ الباليستي العادي بيتحرك بين نقطتين بس، يعني ليه نقطة انطلاق وهدف محدد، والفرق ما بينهم مش السرعة بس يا صديقي. الصاروخ الباليستي العادي سريع على فكرة، وسرعته برضه بتتعدى سرعة الصوت، بس الفكرة في انه ما يقدرش يناور وما يقدرش يتحرك غير في المسار المحدد ليه، زي لعبة الدارتس كده. بعد ما بترمي الدارت ما تقدرش تتحكم فيه. الصاروخ الباليستي العابر للقارات طبقا لطبيعته فهو صاروخ ليه مسار منحني ثابت، يعني بعد انطلاقه بيخرج بره الغلاف الجوي وبعد كده بيرجع تاني وبيسيب نفسه للجاذبية لحد ما يضرب هدف، لا بيروح لا يمين ولا شمال. وده بيخليه معرض بشكل كبير ان الاقمار الصناعية والرادارات تلقطه، وبحسبة بسيطة للمسار اللي ماشي فيه الصاروخ فتقدر تعرف هو هينزل فين وامتى، وبالتالي تقدر تجهز دفاعاتك الجوية انها تتصدى ليه، لان توقع مكان هدفه بيفقده عنصر المفاجأة اللي ممكن تحسم حرب كاملة. أما بقى نجم الحلقة الصاروخ الهايبرسونيك فهو يقدر يناور وهو في الجو ويتحرك في أي اتجاه تاني، لأن مساره مش ثابت ومتعرج. ومش بس كده، ده يقدر ينزل لارتفاعات منخفضة ويستخبى بمرتفعات الأرض. والصواريخ الهايبرسونيك نوعين، أولهم الصواريخ الهايبرسونيك الموجهة جايدد ميسل، ودي بتبقى مزودة بزعانف يمكن التحكم فيها عن بعد، وبتخليه وهو في الجو ينور أنظمة الدفاع الجوي ولا كأنه رونالدو. والنوع التاني هو اسمه بوست جلايد ميسل، وده بيكون شبه طيارة صغيرة بتتحرك كأنها بتعوم في الجو، وحساساتها تقدر تنور أي نظام دفاع جوي، ده لو أساسا عرف يلتقطها من سرعتها. وده بقى ميسي. وعلى فكرة في نوع ثالث من الصواريخ الهايبرسونيك بس بيندرج تحت نوع الصواريخ الكروز، وده مش موضوعنا دلوقتي. القدرة الكبيرة على المناورة خلت الصواريخ الهايبرسونيك مستعصية على أي نظام دفاع جوي. ولو شايف إن السرعة والمناورة مش كفاية يا صديقي، فالصواريخ دي عندها مميزات تانية زي الدقة. يعني لو الصواريخ الباليستية عابرة القارات العادية معدل الخطأ فيها بيوصل ل 120 متر من الهدف المقصود، ممكن يكون ده عادي أو ما يفرقش لو الصاروخ هيضرب مدينة بقنبلة نووية. لكن لو الهدف اللي هيتضرب سفينة في البحر أو طيارة، أكيد مش هتتضرب بقنبلة نووية. كده الوضع زي اللي بيضرب دبانة ببازوكا. وهنا بيكون لازم يتوفر معدل دقة أعلى بكتير، وده فعلا اللي بتوفره الصواريخ الهايبرسونيك، واللي معدل الخطأ فيها ما بيزيدش عن 10 متر. ومش بس كده، الصواريخ دي بتوفر حلول استراتيجية كتير. واللي أقصده هنا زي ما قلنا إن الصواريخ بتمثل حامل للرؤوس الحربية اللي بتشيلها، سواء كانت قنابل نووية أو هيدروجينية أو غازات
سامة أو مواد متفجرة عادية زي TNT أو أيا كان. وكل الرؤوس الحربية دي قبل كده كانت محتاجة طيارات مخصصة وقاذفات عشان تقدر تضرب هدفها على مسافات بعيدة، والصواريخ الباليستية الهايبرسونيك جت حلت كل ده، فبقت تقدر تشيل الرؤوس المتفجرة دي وتضرب بيها أي مكان وانت قاعد في مكانك من غير ما تخرج بره حدود بلدك. وزيادة على كده نقطة انطلاقها ممكن تكون قواعد صاروخية أرضية أو غواصات بحرية أو طائرات جوية أو أيا كان، يعني لو ناوي تضرب مش هتغلب. وطبعا تجارب أمريكا وروسيا وظهور الصواريخ الباليستية الهايبرسونيك خلى في تكهنات بحرب باردة جديدة وسباق تسليح من جديد، بس المرة دي اللي داخل في الحرب دي 3 أطراف مش طرفين بس زي زمان، أمريكا وروسيا ومعاهم لعيب جديد على الساحة اللي هو الصين، واللي ما بقتش بتلعبها اقتصاد بس، لا بدأت كمان تطور منظومات الأسلحة بتاعتها بالشكل اللي يواكب تطور الطرفين التانيين، وأعلنت عن الصاروخ دي F-17 والصاروخ شينكونج 2 واللي بيقدروا يوصلوا لسرعات عظيمة ورهيبة بتساوي 10 أضعاف سرعة الصوت، وظهروا بيها بالمناسبة في العرض العسكري الصيني بمناسبة عيد الاستقلال في أكتوبر 2019. واخد بالك برضه صديقي من التاريخ، أكتوبر يعني بعد شهور قليلة من تجربة أمريكا. طب أمريكا سكتت؟ اطلاقا، وبدات تسرع في عمليه تطوير برامجها الدفاعيه للوصول لاسلحه الهايبرسونيك. وعلى راس الشركات الامريكيه اللي اشتغلت على التطوير كانت شركه لوكهيد مارتن وبوينج، ورفعوا ميزانيه البرامج دي من 800 مليون دولار في السنه ل 3.4 مليار دولار في السنه. وفي مارس 2020 امريكا اعلنت انها جربت نموذج اولي لصاروخ باليستي هايبرسونيك قدر يسافر بسرعه كبيره جدا، وصلت ل 17 مره قد سرعه الصوت، بس كان فاضي لا يحمل اي رؤوس حربيه. امريكا مش سهله يا صاحبي. وعلى الرغم من كده كل المحللين بيقولوا ان امريكا متاخره سنين في المجال ده، وعشان توصل لصاروخ هايبرسونيك باليستي تدخلوا الخدمه زي الصين وروسيا، فده مش هيكون قبل 2023. طب ليه امريكا متاخره كده؟ لان امريكا في ال20 سنه اللي فاتت كانت بتركز على تطوير الاسلحه التقليديه وزياده دقتها وقوتها التدميريه، وكمان كانت بتخصص اجزاء كبيره من ميزانيتها لتطوير انظمه الدفاع الجوي الخاصه بيها للتصدي للصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى. ده طبعا غير انشغال امريكا بحروبها في افغانستان والعراق وتدخلها في كل حتة في العالم ليها فيها او ملهاش، وحرصها على انها تفرض نفسها في كل حتة. ده طبعا غير انشغال امريكا بحروبها في افغانستان والعراق وتدخلها في كل حتة في العالم ليها فيها او ملهاش، وحرصها على انها تفرض نفسها في كل حتة في العالم. وفي الوقت اللي انشغلت فيه امريكا، روسيا والصين في السكرتة كانوا بيطوروا نفسهم لحد ما سبقوها، والاول مرة امريكا هي اللي عايزة تجري تلحقهم. ده كله ياخدنا الفكرة ان التسليح ما هو الا لعبة الكبار بيلعبوها مع بعض، واحنا للأسف براها بنتفرج عليهم. والسؤال هنا، هل في توقع لنتيجة السباق ده؟ وهيروح بينا لغايه فين؟ وهل هنشوف قواعد صواريخ متعلقه في الفضاء زي الاقمار الصناعيه مستنيه امر التدمير بدوسه زر؟ والسؤال الاهم، ليه البشر يوم عن يوم بيصرفوا التريليونات وبيدوروا على اسهل الطرق للتدمير مش للبنى؟ وليه ما تعلمناش حاجه من كورونا بان مصيرنا كلنا حاجة واحدة؟ ولحد امتى هيفضل مصير البشر متعلق على صراعات ونزوات عدد صغير من الاشخاص في ايديهم اكواد صواريخ يقدروا يضربوها في اي وقت على اي مكان؟ كل ده بيفكرني بجملة الامريكي مارتن لوثر كينج: لقد فقدنا قوتنا الروحية على حساب قوتنا العلمية، حتى أصبح لدينا صواريخ موجهة يطلقها بشر فاقدي البصيرة. أتشرف بمتابعتكم لقناة زي الكتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان. أشوفكم بخير.